طبعا كلنا عارفين ان الرز بالخلطة من احسن الحاجات اللي بتتحط على السفرة، وكمان ما ينفعش عزومة من غير رز بالخلطة، وطعمه حلو جدا. كل اللي هيدوقه هينبهر بجمال الرز بتاعك، خطير. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة، في حلة على النار حطيت معلقتين سكر، معالق كبيرة، وهسيبه يتكرمل كويس جدا. وبعد كده هنزل بقطعة زبدة، واول ما الزبدة بتسيح بنزل الشوربة، وهضيف عليها كمان ملح وفلفل اسود. طبعا مش هنكتر ملح وفلفل اسود كتير لان الشوربة اوريدي بيكون فيها ملح. حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل الرز وهسيبهم يغلوا مع بعض والرز يتشرب، هغطي واسيبه يستوي. وقبل ما بيستوي بشوية هضيف الزبيب بتاعي في طاسة فيها مكعب زبدة ومعلقة زيت، وهنزل بالقوانص اشوحها. وبعد كده هزود عليها كوباية مية واسيبها شوية لحد ما تكون 3/4 سوا. وهضيف عليها كمان ملح وفلفل اسود وسبع بهارات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هضيف عليها الكبدة وهسيبهم مع بعض لحد ما يستووا. في طاسة تانية هحط معلقة سمنة وانزل بالمكسرات المتوفرة عندي واشوحها لحد ما تاخد لون دهبي فاتح. كده الرز بقى جاهز معانا ومفلفل وجميل، وهضيف عليه المكسرات والكبد والقوانص. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملولي لايك ومتابعة، واكتبولي رأيكم في الكومنتات، واستنونا في فيديو جديد في أكلك ألذ مع بنات العيلة.